السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة زي ما وعدتكم معانا الصلصة والكاتشب. هنجيب الطماطم بتاعتنا ونغسلها كويس قوي ونقطعها نصاص زي ما احنا شايفين كده، وبنقطع العنق بتاعها من فوق الحتة البيضة أو الخضرة، وبنحطها في الحلة بتاعتنا وبنحط عليها كوبايتين 3 مية وبنرفعها على النار لحد ما تغلي معانا. تغلي كام غلوة مع بعض لحد ما تستوي بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بعد كده نسيبها تبرد شوية ونجيب الخلاط بتاعنا ونضربها في الخلاط، نطحنها طحن كويس وبنصفيها وبنشوف معانا احلى صلصة طماطم بسماكة جميلة جدا وبهدر او بحاجات قليلة جدا بتطلع منها. زي ما احنا هنشوف شايفين مفيش حاجة بتطلع معايا خالص غير شوية بذور والقشر الضعيف بتاعها اللي بره خالص، والسمك بتاعها بيبقى جميل جدا، يعني مش محتاجة حتى تغليها تاني ولا تسبكيها زي ما احنا هنشوف معايا دلوقتي. هكمل الباقي وارجع لكم. عملت الكمية بتاعتي، شايفين السمكة جميلة جدا جدا جدا. هحط بقى اضافات شوية كده من عندي، هحط بصلة، شوية توم، حتة بنجر زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهرفع الخليط بتاعي ده على النار يغلي له كام غلوة لحد ما الصلصة بتاعتي تتنكه بنكهة البصل والثوم وتاخد اللون الحلو بتاع البنجر زي ما انتوا شايفين معايا كده. البصلة طبعا بغليها كام غلوة ما بتستويش معايا. هنعمل ازاي الكاتشب من المكونات اللي احنا شايفينها معانا دي. لو طبعا عايزة ملح بظبطه بقى في المرحلة دي وكده. برفع منها البصل والثوم، باخد النكهة بس بتاعتهم. بيبقى معايا الصوص او الصلصة بتاعتي اللي انا هحطها على مكرونة، اللي انا هحطها في اي طبخة منكهة بريحة وطعم البصل والثوم من غير ما يكون فيها لا بصل ولا ثوم. الكاتشب بقى هيكون سهل جدا وطريقته روعة روعة، وهيعجبكم النتيجة جدا جدا في الاخر. هناخد بقى البصل والثوم وحتى البنجر اللي احنا حطيناه هنا ونحطه معانا في الخلاط، وناخد عليه حوالي كوباية صلصة من الصلصة اللي احنا عملناها دي. طبعا الكاتشب يا جماعة ما بيبقاش طعم الصلصة، صلصة الطماطم باين فيه قوي او طعم الطماطم باين فيه قوي. لذلك انا هعمل لكم الخلطة بتاعته دلوقتي وهتشوفوا ازاي ما نبينش طعم الطماطم قوي فيه. هناخد حوالي كوباية كده من الصلصة اللي احنا عملناها. طبعا لو عايزاه كاتشب حار بتحط عليه فلفل احمر زي ما احنا شايفين كده، ممكن تحطيه في المرحلة دي وممكن تحطيه في المرحلة بتاع البصل لو انت عايزة برضو الصلصة بتاعتك حارة، وتطبخيهم مع البصل مع الطماطم في المرحلة اللي قبلها. دلوقتي طبعا الكاتشب بيبقى مسكر شوية. هنجيب طعم السكر ده منين؟ من العسل الاسمر. اللي عايزة تبدل العسل الاسمر بسكر ماشي، بعسل ابيض ماشي، لكن انا بتجربتي لاني جربت كتير وعملت كتير لحد ما وصلت للخلطة اللي انتوا شايفينها دي. معايا العسل الاسمر ده بيدي لون، بيدي طعم جميل، كمان مفيد. بحط بقى نص معلقة كده بصل بودر، توم بودر، او على قد الكمية اللي انت عايزة تعمليها. بحط معلقتين خل او برضو تبع المذاق اللي انا هوصله اللي انا عايزاه. بعد ما اضرب ده كله طبعا هدوق واظبط الطعم. بضربه وبطحنه كويس قوي، بخليه ناعم قوي معايا زي الصلصة. وطبعا هو سخن، فالحاجة دي بتتضرب وهي سخنة يا جماعة، بتبقى بتطحن جدا جدا زي ما انتوا شايفين معايا بالمنظر ده. شايفين القوام بتاعه، اللون في منتهى الجمال. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط كوباية مية، ويعني كوباية صلصة عليها مثلا كوباية ونص مية. نحط كوباية مية وبعدين النص التاني بنحط فيه معلقة نشا كبيرة، ونطلع ده كله على النار. ما تخافيش اللون الابيض ده بيروح لما بتغلي اهي، بتبقى بالمنظر الجميل جدا التحفة ده. شايفين السمك كمان ودرجة اللزوجة بتاعتها بتبقى زي الكاتشب بالظبط يا جماعة، والطعم ولا يفرق حاجة خالص.
هعزز الطعم السكر بتاعي او الطعم المسكر بتاعي بمعلقة سكر عادي، لان السكر العادي برضو بيديني الطعم المطلوب يعني. الى جانب العسل خدت فايدة العسل الاسمر، خدت لونه، خدت طعمه، خدت فايدته، وفي نفس الوقت السكر برضو بعززه بالمعلقة الصغيرة دي، ما بحطش بقى كله سكر، يعني حاجة مفيدة على حاجة كده يعني. فخلاص بنسيبها بقى لما تبرد شوية. شوفوا معايا اللزوجة بقى درجة اللزوجة وصلت لحد فين. عايزة تعينيها بقى في تلاجة في البرطمانات، وبتعبيها، بس بتعبيها وهي دافية شوية، ما بتسيبهاش تبرد للاخر. هي والصلصة برضو يا جماعة، الحاجة اللي بنعبيها وعايزين نحفظها في التلاجة ما بتسيبهاش لما تبرد بره خالص لدرجة البرودة، لا بتسيبيها لحد ما السخونية القوي دي تروح وبتبقى دافية. وبتعبيها في برطماناتك وبتحطيها في التلاجة. لما بتطلع قبل ما بتستخدميها بتطلعي الصوص بتاعك ده قبلها بفترة، او الكاتشب خصوصا بتطلعيه قبلها بفترة عشان النشا بتاعته تفك او كده، وبتضربيه ضربة كويسة كده بالمعلقة، او ممكن بالهاند بلندر، او باي حاجة عندك لحد ما يفك معاكي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بجيب الصلصة اللي انا عملتها اهو، عبيتها في البرطمانات وهي دافية زي ما قلت لكم، حطيت على وشها شوية زيت. طبعا انا بستخدمها على طول، لو انت عايزة تقعديها لفترة طويلة مثلا شهر ولا حاجة، بتحطي عليها ملح الليمون معانا زي ما انت شايفة شكله قدامك اهو. بتحطي بس في بوس المعلقة شوية على البرطمان اللي قد ده، ما بتكتريش لان بيدي مزازة جامد. سواء الكاتشب او الصلصة عايزة تحتفظي بيهم مدة طويلة، بتحطي عليهم ملح الليمون ده بيحفظهولك شوية، وبتغطيها كويس، بتحطي عليها ستريتش او كيسة وبتغطي الغطا بتاعه كويس. وما تنسوش بقى لو عجبتكم طريقتي تدعولي دعوة حلوة من قلبكم ليا ولأولادي بصلاح الحال، ودعمونا يا جماعة بتعليقاتكم وباللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.